ماشي. هو اولا موضوع اتحاد الكوره والمدير الفني راي فيتوريا، طبعا انتقادات كتير لراي فيتوريا بانه يمشي، بس طبعا هي الموضوع ما كانش راي فيتوريا وانه يمشي وخلاص، لانه راي فيتوريا ممكن يكون عنده فكر، بس طبعا دايما الفكر مش ان الشخص بينفذه لوحده، لانه الادوات اللي بتساعده انه ينفذ الحاجه اللي هو عايزها. لو الادوات مش مساعدينه ينفذ مش هينفذ حتى لو هو عايز، لانه ان عايز شيء واني افعل شيء. فانا عايز بس مش قادر انفذ. الاوبشن والامكانيات مش مساعده، مش على اللعيبه. دايما الشخص دايما يقول لك انه في الانترفيو كده قال لك تستحمل الشغل تحت ضغط. تقريبا روي فيتوريا الاوبشن ده مش ما كانش في السي في، انه جوب ان بريس ما كانش متاح. فمشي روي فيتوريا، ولكن الازمه ما زالت موجوده في النظام بتاع الكوره كله في مصر، يعني او بشكل خاص في الاتحاد المصري لكره القدم. طول ما النظام لسه موجود بتاع اتحاد الكوره، فالموضوع مش هيمشي باحسن شكل ممكن تتخيله او يتخيله الجمهور انه محتاجه. الجمهور محتاج يشوف كوره، محتاج يبقى عنده امل. يعني دايما حتى كده جماهير الزمالك النادمه تقول لك انا مش عايز اكسب بطوله، بس عايز اشوف اللعيبه بتلعب. يعني هي ما عندهاش مشكله ان هي ما بتكسبش، بس عندها فكره في ايه؟ تقول لك اشوف اللعيبه بتلعب. يعني انا ما تكسبش بطوله بس ما تبقاش بتكسبش بطوله كمان بتخسر او يعني بتلعب بشكل سيء. لا، او اللي هو ايه، انتوا مجانين يعني كل حاجه كده تروح. فتقريبا منتخب مصر ماشي نفس النهج كده حرفيا بكل بكل صوره. مشي روي فيتوريا، جه محمد يوسف كمدير كمدير فني او سوري كمساعد او مدير مدرب عام. ونبيل علاء او علاء نبيل، كابتن علاء نبيل سوري، كابتن علاء نبيل جه كمدير فني للاتحاد. طبعا هي خطوه كويسه. طبعا اهم خطوه او اهم حاجه او اهم قرار اتقال في موضوع انه روي فيتوريا مشي ان في 2 مدربين هيطلعوا عشان يتدربوا او ياخدوا دورات خارجيه. طبعا هي دي حاجه كويسه يعني جدا ممتازه، بس هل دي هتطبق صح؟ يعني هل ده هتطبق زي ما هو المفروض تحصل يعني بشكل زي ما بنشوفه في اوروبا زي ما بيقولوا؟ يعني الله اعلم. فدي لسه مش هنشوف نتائجها دلوقتي خالص، ولا هنعرف اي بوادر ليها لما تحصل. هي جمله واتقالت او قرار واتقال او قرار هيتطبق ولا لا، الله اعلم. بس لسه برضو مش هنشوف اي تبعات ليه الا لما يعني بعد فتره لما نشوف نتائجه. يعني مش هنشوف تبعاته لما نشوف نتائجه. فخلينا نقول انه الى حد الان نص العام ولا العام كله زي ما بيقولوا. اتمنى ان تجربه محمد يوسف المؤقته تاخد نهج حسن شحاته في 2006 او 2005، في اخر 2005 كده، انه جه مؤقت لحد ما يجيب مدير فني اجنبي وكمل مسيره وخد 3 افريقيا. اتمنى ان محمد يوسف بما انه برضو السي في بتاعه في الاصل تقيل برضو، يعني راجل كسب بطوله افريقيا مع الاهلي، تقريبا مع دوري، خد بطولات بافريقيا ودوري مع كمدرب مساعد في الاهلي. فيعني لو هو السي في مش تقيل، بس انت ان انت تدرب نادي زي الاهلي وتاخد معاه بطوله، فدي بريس مش سهل. بلس ان انت في مصر عارف كل حاجه عن افريقيا، عارف كل حاجه عن مصر، عارف اللعيبه كويس. اتمنى بس ان محمد يوسف لو كمل يبقى نفس نهج شحاته كده، انه يبقى عنده عين على الدوري كله. ولو هو حتى يبص على دوري المظالم زي ما بيقولوا او دوري الدرجه الثانيه، هتبقى مهمه جدا ان انت ما عندكش ازمه انك تعمل كوكتيل يساعدك مش كوكتيل يوقعك. يعني هو ما تعملش تجيب لعيبه كويسه بس توقعك، لا هات لعيبه مش كويسه بس تنجحك. دايما اللعيبه مش بان هو الكواليتي بتاعها عالي بس، كمان الكواليتي بتاعها يساعدك في السيستم اللي انت بتفكر فيه. لان ممكن يكون لعيب عالي قوي بس لا مش داخل جوه المنظومه، فشكرا هيوقعها لك. هو لعيب ممتاز، نيمار كده في نفسه، نيمار ده بتاع برازيل مش نيمار بتاعنا، بس هيخش جوه المنظومه هيبوظها. كريم بنزيما في الاتحاد ما كانش موجود، كابتن واخد الشهره وكل حاجه، بس مش كريم احسن لاعب في العالم اهو بالون دور، بس فين كريم بنزيما؟ مفيش. خلصنا بقى من الاتحاد، نروح للزمالك او نروح للاهلي.
من ناحيه بوابه الزمالك. لسه باخد بالي من بوست كده في صفحه الزمالك الرسميه انه استغنى عن حوالي 7 لعيبه تقريبا، قعدت 4 تحت و3 فوق، تقريبا 7 لعيبه بس منهم الاسم اللي شدني منهم هو عبد الله جمعه، اخو صالح جمعه اللي كان لاعب في الاهلي السابق. طبعا لاعب يعني عبد الله جمعه محدش يختلف على انه لاعب متميز، بس دايما اللاعب المتميز لسه اللي كنا بنقوله على المنتخب مش بيبقى كويس الا لما في المنظومه كويسه، لما يخش جوه الدايره كويس. فعبد الله جمعه كان كويس، بس كان تقريبا كويس لوحده، اللي هو يعني انا كويس بس مفيش حد تاني معايا، فاللي هو او مثلا 2 3 لعيبه، 2 3 لعيبه في الفريق كله مش هيشيلوه لو هم مش متاقلمين برضو كويس مع بعض، يعني مفيش تناغم كويس قوي ما بين ال 11 لاعب في الملعب. فبما اننا كاهلي مثلا يعني، او فريق الاهلي بما انه كان بيدور بقاله فتره على باك شمال، وكريم الدبيس يعني كويس كل حاجه، بس برضو ما عندوش خبرات زي عبد الله جمعه، وعلي معلول اعتقد يعني انه مش هيكمل سنتين وهيوقف كوره، فممكن يبقى في تفكير في عبد الله جمعه، وليه لا، بديل كويس لعلي معلول، بديل ممتاز لعلي معلول. مع الوقت هياخد فورمه كويسه، مع التمرين والشغل هياخد فورمه كويسه، يلعب حتى لو هيلعب كاس مصر مثلا، ماتشات الخفيفه في الدوري، اللي هو يعني ينزل بديل علي معلول في الماتشات هيفرق كتير. مع كريم الدبيس، يعني كريم الدبيس لاعب متميز، بس تواجده 3 مع بعض هيأثر كتير او هيفرق كتير قوي جدا في اداء الباك الشمال او الجناح الباك الشمال في الاهلي. ففكره مطروحه، اتمنى ان يكون في تفكير، اتمنى ان يكون الناس بتفكر كده، انا ما اعتقدش ان الصوت هيوصل لحد فاتمنى ان تكون الناس بتفكر في المساله دي. عبد الله جمعه صغير مش كبير، يعني 30 تقريبا 30 29 سنه، مش كبير يعني، مش سنا مش كبير، فاللي هو هيقدر يديك. ولسه بقول بديل علي معلول برده، مش بقول انه يجي اساسي لعلي معلول، لان انت عندك كريم الدبيس بديل كويس، بس لما يكون في اكواس ويكون 3 بدلاء، ما ينفعش ان اقول كريم الدبيس ان علي معلول اتصاب فانت هتعتمد على كريم الدبيس اساسي، فاللي هو وتعتمد على حد بقى باك يمين اصلا ينزل زي خالد عبد الفتاح، لا ليه، ما تجيب باك شمال موجود وكويس، وفي اي اصابه لعلي معلول هيبقى انت عندك 2 اوريدي فعلا باكات شمال في الفريق، على الدكه او موجودين في شكل عام في الفريق يعني. فاتمنى الناس تكون بتفكر في المستقبل او في نظره تقدميه شويه افضل. بس thank you for watch.